من ضمن حلول التشطيب اللي بتوفر كتير في أي ميزانية حاجة اسمها value engineering، ودي بتحصل على المقايسة التقديرية اللي بنطلعها للعميل من خلال بنود مختلفة فيها وصف كل بند والكمية بتاعته والسعر بتاعه. الوصف بيتم على أساس التصميم اللي معمول والمتوافق عليه، والكمية بتخرج برضو في مرحلة التصميم، والسعر بيكون على أساس التوقيت اللي هيتم فيه التشطيب على طول. المرحلة دي بتكون مرحلة شيقة قوي لأي مهندس، لأن هو بيكون معاه مقايسة تقديرية سعر مبدئي لمرحلة التشطيب كلها، وعلى أساسها يقدر يتناقش مع العميل بتاعه والميزانية المتاحة. طيب احنا عايزين نقلل يا هندسة، ايه الحاجات اللي ممكن نقلل فيها؟ لا، التأسيس ما نقدرش نقرب منه، أي حاجة مدفونة بلاش نستخسر وندفع فيها فلوس أقل. طيب بس احنا عندنا بنود كتير مش مدفونة، زي مثلا الشبابيك في قطعين منهم، ده المتعارف عليه، في بي اس وفي الجامبو، وده غير الازاز نفسه. الازاز ممكن يكون سنجل او دبل. خلينا نفترض ان الشباك القطع جامبو والازاز بتاعه دبل جليزد، ده هيدينا سعر. طيب عايزين نقلل في السعر شويه، ممكن نخليه بدل ما يكون جامبو نخليه بي اس فيكون اقل شويه في السعر. طيب لسه محتاجين نقلل شويه، نقدر نخلي الازاز بدل ما يكون دبل نخليه سنجل. طب السعر قل كتير، ولكن لازم نفهم الشخص ان كل تغيير بيأثر على الكواليتي وبيأثر على حاجة معينة فيها. يعني قطاع لما يتغير والإزاز يتغير ده بيأثر على عزل الصوت والحرارة. حاجة زي كده ما فيهاش صح أو غلط، هي فيها على حسب الإمكانيات، بس برضو الوظيفة بتحكم. فممكن أنا كمهندس أقترح على العميل إن احنا خلينا نشتغل بالبي اس ونخلينا في الدبل جليزد في كل الفراغات ما عدا الحمامات، ممكن تبقى سنجل جليزد. فساعتها انا كده اخدت قرار على اساس الوظيفه بالميزانيه المتاحه، وده بالحرف الفاليو انجينيرنج. انت دورك كمهندس ان انت توضح للعميل بتاعك كل الكلام ده بمنتهى الحياديه، وتحاول على قد ما تقدر توجد له حلول مختلفه علشان يقدر ياخد قرار. خدوا بالكم احنا كل ده اتكلمنا في بند واحد، تخيلوا بقى النتيجة لو عملنا كده مع كل البنود. هي مرحلة بصراحة شوية متعبة، بس برضو ليها المتعة بتاعتها، لأن في آخرها بنوصل إن احنا نطبق التصميم زي ما احنا عاملينه في الرسومات، ولكن بالميزانية المتاحة. خلينا نتكلم في بند ليه علاقة شوية بالشكل وازاي نقدر نعمل فيه فاليو انجينيرنج. لو احنا خدنا قرار إن احنا نعمل للريسبشن كله رخام للتوصيف كرارة، رخام الكرارة أبيض جميل وفيه عرق جراي. طبعا الرخام مادة طبيعية وسعرها ما بيبقاش رخيص توليد وتركيب. طيب نعمل فاليو انجينيرنج ازاي؟ ممكن ناخد قرار ان احنا نخليه بورسلين شكل الكرارة، السعر قل شوية. طيب نقدر نقلل اكتر، خلاص يبقى نخليه سيراميك قطع ليزر شكل الكرارة، سعر قل كتير. طيب بس في حته مهمه ليها علاقه بالكواليتي والشكل العام، ان اكيد الفاينل لوك والشكل الاخير لسيراميك عمرها ابدا ما نقدر نقارنها بالنتيجه بتاعه الرخام اللي هو ماده طبيعيه. لازم نفهم العميل الكلام ده بشكل واضح علشان النتيجه هو يكون فاهمها وتكون قريبه للتوقعات بتاعته. المرحله اللي احنا بنعمل فيها فاليو انجينيرنج هي مرحله ممتعه جدا، لكن مسؤوليتها كبيرة، لأن أنت وقدرتك كمهندس وابتكاراتك وخبرتك على أن أنت تقدر تنفذ التصميم بتاعك، ولكن بالميزانية المتوقعة من العميل، وفي نفس الوقت النتيجة هو ما يتفاجئش بيها. تخيلوا معايا أن كل بند قدرنا نلعب فيه ونغير فيه بنفس المواصفة بتاعته وباختلافات بسيطة في الماتيريالز هتأثر ازاي في السعر. وحاجة زي كده منتهى التعاون منك كمهندس ان انت توفرها للعميل بتاعك. شفتوا بقى كمية التفاصيل اللي احنا اتكلمنا فيها؟ لسه فكرة وجود مهندس في مرحلة التصميم والتشطيب بنعتبرها عبء عليك ماديا، في حين ان وجوده بيسهل عليك قرارات كتير وبيخلي عندك فيجن للمراحل المختلفة اللي انت داخل عليها. وكده انت هتمر في تحديات معينة مش هتقدر تتجنبها الا في وجود مهندس. خلينا نعتبر
ان المهندس شخص جاي معاه سوبر باور، والباور بتاعته هي الديزاين.